السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلاص ما عادش غير كام يوم ويجي بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتم طيبين. النهارده كان نص شعبان طبعا. كلنا كنا صايمين الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واللهم تقبل صيامنا. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض عدس. العدس طبعا جبت جزرتين وجبت جزرتين وجبت بطاطسايه كبيره مقطعه مكعبات، وجبت العدس وغسلته وطماطم، وزي ما انت شفتوا بالظبط اللي انا كنت جايباه، وشويه توم تمام وبصلتين تمام. ورحت انا حطاهم في قلب ميه ورحت حطاهم على النار لحد ما استووا كويس قوي، وبعد كده رحت سايباهم لحد ما بردوا، وبعد كده رحت ضرباهم في الخلاط زي ما وريتكم كده بالظبط. دي بقى يعني زي ما بيقولوا ايه، تخديعه كده للعيش. تمام. عملت ايه؟ جبت فصين توم ورحت حاطه فيها الطماطم زي ما شفتوا كده في الطاسه، ورحت نازله عليهم وسبتهم بقى، ورحت حاطه عليهم شويه ملح وشويه كمون وسبتها كده خلاص لحد ما العدس يستوي. عملنا ايه بقى في العدس؟ جبت بصلتين كبار ورحت محمراهم زي ما شفتوا، ورحت نازله عليهم بيض العدس زي ما شفتوا كده، كان لونه احمر كهرمان بسبب الطماطم. طبعا كتروا الطماطم فيه يا جماعه عشان يبقى لونه محمر وجميل. ورحت حاطه عليه ملح وكمون بس كده. وبعد كده رحت عامله الطماطم زي ما شفتوا، وبعد كده رحت مقطعه العيش، حطيت عيش في الفرن يتحمص عشان اللي بيحب ياكل عيش متحمص، واللي يحب ياكله فته مبلول عاديه. تمام. ورحنا صابين بقى الشعريه، جبنا زيت وحطينا فيه شويه شعريه، ورحت واخده من العدس ورحت مقلباها في بعضها لحد ما استوت، ورحت غرفاها، ورحت جايبه شويه بصل من التتبيله بتاعه العدس، وبعد كده رحت حطها على الوش. وده كده منظر الشعريه. العدس بقى بتاعنا رحت غرفاه زي ما شفت، حطيت العدس، وبعد كده رحت حطيت العيش، ورحت حاطه العدس، ورحت حاطه الطماطم، وبقى بس خلاص. وده البصلايه، وده منظر العدس بتاعنا الجميل، ودي الشعريه، وبألف هنا وشفا عليكم. وطبعا النهارده الجو كان ساقع. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ومع السلامه.